في المرة الأولى كنا بنواجه نظام عاوز توريث أو تمديد. نعم. وكنا بنناضل من أجل انتزاع حق المصريين في الترشح، وده كان معناه لازم نعدي المادة 76 من الدستور، وفي أن يقتصر على فترتين بس في مدة رئيس الجمهورية مادة 77، ونضمن انتخابات نزيهة، ودي شرطها إشراف قضائي كامل على الانتخابات، ودي المادة 88. عشان كده كنا بننادي بتغيير هذه الثلاث مواد من الدستور عشان الشعب المصري يقدر يواجه مبارك الأب أو الابن في الاحتمالات اللي كان يعني مرجحة إن واحد منهم هيترشح في انتخابات الرئاسة. طبعا النهاردة الأمر اختلف جذريا. ما كان يعني موضوع لنضالنا ضد التوريث والتمديد، تمكن شعبنا يعني بعون الله من أنه يسقط النظام كله. انتهى كابوس التمديد والتوريث. احنا النهارده امام ثوره انتصرت الحمد لله، وهتبني مجتمع جديد. الفرق ان انا اقدم نفسي الان مرشحا لرئاسه الجمهوريه، ليس مجرد مواجهه لنظام الشعب اسقطه الحمد لله، ولكن من اجل بناء نظام جديد الشعب يريده يحقق احلامه وطموحاته في حياه كريمه على المصريين. ايه اللي ممكن تقدمه للشعب المصري؟ أن أخلص يعني القول والسعي لتحقيق الأحلام المشروعة لشعبنا. حياة كريمة، كل مصري ينال حقه من ثروة بلده، يعيش بكرامة، يعرف يسكن ويتعلم ويتعالج ويلاقي شغل وأجره يكفيه، ويبقى عنده تأمين اجتماعي، ويعيش في بيئة نظيفة، ودي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. يعيش في دولة مؤسسات فيها فصل حقيقي ما بين السلطات، فيها تداول سلمي للسلطة، يتمتع بأن حقوقه المدنية والسياسية تكتمل له، بلد ما فيهاش تمييز، بلد يتساوى فيها الناس أمام القانون، القانون فيها مستقل، سلطات رئيس الجمهورية تقل، نعمل نظام جديد رئاسي برلماني، مش النظام الرئاسي الذي يجعل من رئيس الجمهورية شبه إله. شايف ان يكون النظام رئاسي برلماني. نعم مختلط. نعم. وجنب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية، واللي لازم كل مصري ينولهم ويتمتع بيهم ويحفظ كرامته بيهم، يبقى حاسس ان مصر كمان لها كرامة، دولة مستقلة قوية ترجع لدوائرها الطبيعية، قائد في أمتها العربية، رائد في قارتها الإفريقية، منارة في عالمها الإسلامي، وتلعب دور في إن احنا نعيش في عالم أكثر عدلا وإنسانية، مش عالم بيهيمن عليه الدول الكبرى. طيب عظيم، دي كلها عناوين عريضة وعناوين مهمة لملفات كتيرة أعتقد إنها كلها موجودة ومطروحة في البرنامج الانتخابي وهنتكلم عنها تفصيلا. لكن خليني أقول بشكل عام دلوقتي، يعني في سباق الرئاسة، في تصور حضرتك فرصة حمدين صباحي في أنه يفوز بهذا المنصب مع وجود أسماء ممكن تكون يعني كان مسلط عليها الضوء أكتر في دوائر دبلوماسية ودوائر سياسية ودولية؟ أنا زي كل المصريين كده البساط، دعوتي يعني ربنا يولي من يصلح. أنا صحيح أنا بقدم نفسي لشعب عظيم فراز عادل ذكي واعي، وهو القائد والمعلم بتاعي طول عمري هذا الشعب. وإذا كان في خير لهذا الشعب والمصر فيا، فأرجو أن ربنا يعني عليه. موقعي في هذا السباق أعتقد أنه يتحدد بقدر يعني ما ربنا ييسر قلوب الناس عشان تنفتح لي، وعقول الناس عشان ترى أن البرنامج الذي أطرحه يحقق مصالحها فعلا كلها، كل المصريين. والكلام ده أعتقد أنه هيتعبر عنه في انتخابات أنا واثق أنها هتكون حرة، وأنا متأكد أن الشعب المصري سيختار الأصلح بإذن الله. شايف مين اللي هيكون منافس قوي وعتيد كده قدام حمدين صباحي؟ والله كلهم منافسين، أنا بحترمهم وأقدر دورهم وأعرف سجاياهم ومزاياهم، وأعتقد أن شعبنا أيضا يعرف ذلك. ثم إننا شخصيا ويعني ربما الآخرين فينا أيضا نقاط
يمكن ان تحسب علينا زي ما في نقاط بتحسب لنا، والحسبه العامه المصريين هيحددوها مين بينافسني اكتر او مين. طب مين اللي شايل انت همه؟ والله كلهم محل تقدير، بس في بعض المرشحين انا اعتقد ان هناك يعني درجه من يعني القرب الانساني والسياسي ومنهم زي المستشار هشام البسطويسي. على فكره هو كان قاعد مكان حضرتك هنا بالمناسبه، قال انه لما بنتكلم على سباق رئاسه قال انا اتوقع ان في اخر 100 متر قبل الوصول هيكون حمدين صباحي معايا في ال 100 متر دول. نسأل الله ان ربنا يعني يهدي الناس لاحسن اختيار ان شاء الله، وانا بتمنى للمستشار هشام كل توفيق، وبرجو ان المنافسه بين كل المرشحين، اعتقد ان دي اول انتخابات رئاسيه تشهدها مصر. احنا محتاجين نجتهد جميعا ونعرض على الشعب المصري بدائل، وهو يمكن ان يختار منها بارادته الحره، وان شاء الله نعمل معركه تتسم بقدر كبير من النزاهه الاخلاقيه والسياسيه، ومن القدره على طرح برامج تتنوع، ويعني 100 زهره تتفتح في بستان الديمقراطيه في مصر، و100 فكره جميله ولامعه تنمي مصر وتكبرها وتضمن خير المصريين. واظن اللي هيختار من بين هؤلاء، واذا شاء ربنا يعني واراد الشعب ان انا اكلف هذه المهمه، هنستفيد من افكار كل الذين يتبارون الان في منافسه شريفه في الانتخابات. طيب بالمناسبه استاذ حمدين صباحي، معروف حضرتك مؤسس حزب الكرامه، لكن حضرتك اعلنت انك هتخوض الانتخابات بشكل مستقل. نعم. يعني حاجه غريبه، طب ليه؟ اولا لان هذه الفكره، يعني خليني اقول قبل ما اقول لك كل الاتهامات اللي بتتقال او كل الكلام اللي بيتقال، انه والله استاذ حمدين ممكن يكون ما عندوش ثقه في الحزب الناصري وشعبيته وحزب الكرامه. طبعا حضرتك ناصري طبعا اولا واخيرا. التيار الناصري وحزب الكرامه انه ما يكونش ليه شعبيه وقاعده عريضه عند الناس، فبالتالي فضلت انك تنزل بشكل مستقل. انا يعني فخور باني قضيت هذه السنوات من عمري بأدي دور عام، وانا ناصري اقتناعا بوجداني وبعقلي. وطبعا يعني انا راجل ناصري، بحط نفسي في هذا التيار الذي جدد الناصريه، واللي ارتبط بالناصريه كفكره مش كدوله، وكمعنى مش مجرد اجراءات، وكحلم عظيم للامه دي عبر عنه القائد العظيم جمال عبد الناصر. رغم اننا نعرف ان جمال عبد الناصر الذي كان كبيرا في انتصاراته وفي انكساراته، هو في الاخر يعني بشر يخطئ ويصيب، ونحن ناخذ منه ونرد عليه، وده واجبنا تجاه تاريخنا كله مش تجاه جمال عبد الناصر بس. لما جينا نأسس حزب الكرامه في 98 قلنا ان احنا حزب مش قايم على ايديولوجيا، احنا قايم على مشروع للنهضه، واحنا مرتبطين بتاريخ مصر الوطني كله. حيث انا بشعر بان انا مش عاوز امسك سكينه واقطع تاريخي. انا بالنسبه لي احمد عرابي تعبير عن هذا الشعب العظيم، وفي اول وقفه له ضد الاحتلال او النفوذ الاجنبي وضد تسلط يعني حكامنا، وكلمته اللي كنا لسه في مظاهره في اخر سبتمبر قبل الثوره كنا بنردد كلمته: والله الذي لا اله الا هو اننا لن نستعبد ولن نورث بعد اليوم. مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول والنحاس وحسن البنا واحمد حسين وفتحي رضوان وشهود عطيه الشافعي، كل هؤلاء من اليسار والليبراليين والاسلاميين والقوميين اللي هم دول تاريخنا، وكل واحد من دول اسهم في ان مصر تبقى جميله على قدر ما استطاع، وعلى قد ما فكره اعطى وجهده اتسع انا ابن هذه الحركه الوطنيه المصريه كلها. فانا الحقيقه الفكره ديت يعني كثير من اخواتي وزملائي بلورناها، وما عملنا مشروع الكرامه عملناه مش مشروع ناصري بايديولوجيا معينه، ده مشروع لانقاذ مصر ونهضتها في قلب امتها العربيه، وسميناه ده مشروع الوطنيه المصريه الجامعه.